اكتر حاجة كنت بقابلها في شغلي هي ان الاطفال اللي دايما مميزين هم اكتر اطفال بيتعرضوا للتنمر. هم اكتر اطفال صحابهم بيضايقوهم وبيحولوا الميزة اللي عندهم لدايما عيب، مهما كانت شكل الميزة دي ومهما كان جمال الميزة دي. وده يعلمنا ان الانسان لما بيكبر مش شرط ابدا علشان هو مميز في حاجة فالناس كلها هتسقف، ومش شرط ابدا علشان هو مختلف فالناس كلها هتفضل تقوله قد ايه هو حلو علشان هو مختلف. انما الواقع بيقول ان انت كل ما كنت مميز في حاجه وكل ما كنت مختلف في حاجه هتلاقي دايما اللي يقلل من الميزه دي، وهتلاقي دايما اللي بيحاول يطلع الاختلاف بتاعك بابشع صوره ممكنه. والحاجه اللي بتخلي الناس تسقف لنا على امتيازنا او تخلي الناس طول الوقت تنتقد الامتياز ده هي درجه ايماننا بنفسنا. والحقيقه ان الاطفال اللي علمتهم يبقوا واثقين في نفسهم جدا ويبقوا شايفين الميزه اللي فيهم دي ميزه عظيمه وان هي حاجه فعلا بتميزهم، كانوا طول الوقت بيخلوا كل الأطفال اللي حواليهم يعجبوا بيهم. وعلى نفس الأساس ده إحنا الكبار كل ما كان الواحد مننا مؤمن جدا باختلافه ومقابل جدا امتيازه كل ما كان الناس اللي حواليه حبوه أكتر، وكل ما شافوا إن اختلافه مختلف أكتر وأكتر. أنت مش مطلوب منك إنك تدافع عن نفسك ولا مطلوب منك تقول للناس شوفوني حلوة علشان أنا مختلف. كل المطلوب منك بس ان انت تقبل اختلافك وتحب تميزك وتحاول طول الوقت تظهره او تشتغل عليه او تستخدم الميزة اللي عندك والاختلاف اللي عندك في حاجة تفيدك وتفيد اللي حواليك. وصدقني وقتها كل الناس اللي حواليك هتسقف لك وهتقولك انت قد ايه شخص مميز ومختلف. ويا صباح الاستمورنينج القمر.